هل حصل وجلست في البيت مسترخي وفجأة بوم الكهرباء انقطعت؟ اللحظة دي دايما بتكون مفاجئة وممكن تقلب يومك رأسا على عقب، خصوصا لو كنت بتتفرج على فيلم أو بتذاكر أو حتى بتطبخ. أنا عارف قد إيه الموضوع ده مزعج. فجأة كل حاجة بتقف، النور، التكييف، حتى الإنترنت. بس صدقني، في أسباب بسيطة ومشهورة جدا لانقطاع الكهرباء فجأة، وكمان في طرق سهلة عشان تصلحها بنفسك أو على الأقل تعرف تتصرف لحد ما يجي الكهربائي. السبب الأول ممكن يكون قاطع الدائرة الكهربائية، المفتاح الأوتوماتيكي اللي عندك مش مناسب لبيتك أو للعدد الكبير من الأجهزة اللي بتستخدمها. الجهاز الصغير ده معمول عشان يحميك، بس لو مش قادر يستحمل الحمل الكهربائي الحقيقي من كل أجهزتك، هيفصل لوحده باستمرار. هو كده بيعمل شغله. أوقات كتير ناس بتفتكر إن المفتاح فيه مشكلة، لكن الحقيقة إنه بيحمي بيتك من خطر الحريق أو تلف الأجهزة. طيب إيه الحل؟ لازم تغيره بواحد تاني يكون مناسب لقوة الكهرباء اللي بيتك محتاجها. الكهربائي المحترف يقدر يحسب لك الحمل المناسب ويختار لك القاطع الصح. دي شغلانة بسيطة للكهربائي وممكن توفر عليك صداع كتير بعدين. كمان هتخلي بيتك أكثر أماناً. السبب الثاني، الأحمال الزايدة على الدوائر الكهربائية، وده بيحصل أكتر في البيوت اللي فيها أجهزة كتير شغالة في نفس الوقت. ده بيحصل لما توصل أجهزة كتير قوية في خط واحد، زي سخان وتكييف وميكروويف، كلهم في نفس الوقت. الدائرة مش مصممة تتحمل كل ده مع بعض. الدائرة الكهربائية بتتعب وتكة، الكهرباء تفصل. أوقات ممكن تلاحظ ريحة سخونة أو حتى صوت طقة قبل ما النور يقطع. نصيحتي: وزع أجهزتك على برايز ودوائر كهربائية مختلفة لو تقدر. حاول دايما ما تجمعش كل الأجهزة القوية في مكان واحد. ما تعتمدش على مشترك واحد لكل حاجة. المشترك ممكن يتحمل أجهزة بسيطة، لكن الأجهزة الكبيرة لازم يكون ليها خط خاص. السبب الثالث، جهاز فيه عطل. الأجهزة القديمة أو اللي فيها مشكلة ممكن تسبب فصل الكهرباء فجأة. أحياناً المشكلة بتكون في جهاز واحد، بس في عيب مستخبي. ممكن يكون بيسحب كهرباء كتير زيادة عن اللزوم، أو في تسريب كهربائي، وده خطر لأنه ممكن يسبب مشاكل أكبر لو ما تصلحش. إزاي تعرف؟ أفصل أجهزتك واحد واحد وشوف لو الكهرباء فضلت شغالة. كده هتعرف الجهاز اللي فيه المشكلة بسهولة. أول ما تلاقي الجهاز اللي عامل المشكلة، يبقى جاء الوقت تصلحه أو تغيره. ما تستهونش بأي جهاز فيه مشكلة حتى لو كان صغير. ودي آخر نصيحة مني، لو جربت كل ده والكهرباء لسه بتفصل، ما تحاولش تصلحها لوحدك. اتصل بكهربائي متخصص فوراً، لأن اللعب في الكهرباء خطر جداً. الأمان دايماً أهم حاجة لما يكون الموضوع فيه كهرباء. حياتك وسلامة بيتك أهم من أي توفير أو تجربة. لو لقيت النصايح دي مفيدة، اشترك في القناة عشان تشوف نصايح أكتر مفيدة عن صيانة البيت وأمان الكهرباء. شارك الفيديو مع أصحابك، وخليك دايماً مستعد لأي طارئ في بيتك. شكراً للمشاهدة.